عملاق الكريبات في راس البر هو بطشه. بصراحه مفيش اي محل يقدر يتقارن بيه نهائي في راس البر. وانا ماشيه في راس البر يا جماعه وفي المنصوره، بس انا حاليا في راس البر في الفرع بتاع راس البر. بصراحه حاجه كده، يعني تحس ان انتوا في الغردقه، تحس ان انتوا عايشين بره كده، مش في مصر نهائي. وبعدين احلى حاجه اللي هو بيعمل ارشاد للسياحه. يعني انا دلوقتي في راس البر، لما جيت افكر اكل كريبات، ما انا باكل عنده في المنصوره مجرباه بقى، رحت عنده في راس البر. والله العظيم خدت ابني ومشينا كده في شارع النيل، في الاماكن المطاعم. بطشه بيعمل حفلات حاجه. انا هو موجوده هناك اهوت، وراح ابص اشوف الحفله عنده يوم الخميس ويوم الجمعه. هو بيعمل شغل عالي. ابني كان فرحان جدا، وعاطين له البالونه دي وعاطين له هدايا جميله جدا، لانهم كانوا جايبين ناس فرقه وكانوا عاملين حفله. واسامه كان فرحان جدا. ازاي يا جماعه؟ والاطفال واقفين يرقصوا وفرحانين. يعني حد تاني بيزود على فلوس الاكل عشان خاطر الحفله، لكن ده بتدفع فلوسك عادي بتاعت الاكل، وفي نفس الوقت الحفله موجوده. بيفرحوا الناس، بيحاولوا ان هم يعملوا اي فرحه تسعد الناس.